بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. وحشوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه، يعني بقالنا أكتر من أسبوع دلوقتي ما نزلناش فيديوهات، مش عارفة في ايه عندي. فالحمد لله على كل اللي يجيب ربنا كله خير. المهم ان انتوا وحشتوني قوي قوي، وحشتني تعليقاتكم الجميلة ودعواتكم الحلوة. ربنا ما يحرمني منكم أبدا يا رب، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. اللهم آمين يا رب العالمين، وربنا يجعله عيد سعيد علينا وعليكم وعلى العالم كله. اللهم آمين يا رب العالمين. صلوا على الحبيب المصطفى كده وكملوا معانا الفيديو بتاعنا مش طويل، بس هو مختصر. هو بالنسبة لي كان طويل، يعني عايزة اقول لكم الفيديو ده انا عملته في يومين اتنين. الحاجات اللي فيه دي كلها عملتها في يومين اتنين بس. بالنسبة للفيديو انا اختصرت، لان الحاجة اللي في الفيديو او كل الاكلات او الاكل اللي انا عملته في الفيديو اللي انتوا شفتوه دلوقتي وهتشوفوه ده انا عملته معاكم كتير اوي في القناة، فمش حابة يعني ان انا ايه ادوشكم كده. فانا بختصر كل ما في الموضوع، ان انا حابة اوريكم انا عملت ايه وايه الاكله اللي احنا عملناها النهارده. والفيديو بتاعنا عباره عن ايه؟ الفيديو بتاعنا عباره عن عزومه اهل جوزي. اليوم ده يعني هو حتى كمان الفيديو ده متصور بقاله كام يوم. العزومه ديت والعزومه دي بقالها يومين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اسفه بقى على التصوير يا جماعه، مش عارفه الصوره مالها كده، مش هي ساعات بتيجي كده وساعات تيجي كده، بس الصوره شكلها كده مش كويسه. حطوا اللايك بقى يا جماعه، وصلوا على الحبيب المصطفى كده بالله عليكم. ما تنسوناش بقى في اللايك، اللايك ثم اللايك. اللايك ما بناخدش عليه فلوس ولا اي حاجه، بس هو بيرفع الفيديو. بيخلي الفيديو يعني يرتفع لكل الناس كلها تشوفه. فبالله عليكم تضغطوا لايك، اللايك مش هيأثر معاكم في اي حاجه خالص، فضلا وليس امرا. اليوم ده بقى يا جماعه انا بديته من قبلها بيوم، يعني من قبلها بيوم بالليل. مسكت الفراخ، دبحت الفراخ من عندي اللي انا مربياها في قلب المطبخ، اللي انتوا شفتوها، اللي انا صورتها لكم قبل كده كذا مره. مربياهم تحت الحوض، تحت الرخامه بتاعه حوض المطبخ، وهتشوفوهم برضو تاني دلوقتي بس في اخر الفيديو. ما شاء الله عليهم، يعني كانوا تموا 30 يوم، تموا الشهر، ما شاء الله كانوا حلوين. مسكت 4 فرخات، دبحتهم ونضفتهم من بالليل، ونقعتهم في ميه بملح بخل بليمون، وسبتهم من بعد الفطار كده لحد او من قبل الفطار، او منضفاهم قبل الفطار لحد السحور تبلتهم التتبيله بتاعه الفراخ المشويه. عملتها معاكم قبل كده كتير خالص. اللهم صل. ده انا بقى بحكي لكم يعني يومي بدأ ازاي، اليوم بتاع العزومه بدأ معايا ازاي. اول حاجه عملتها هي الفراخ، وتبلتها وسبتها على رف التلاجة في التتبيلة. الكلام ده بقى، التتبيلة دي كانت امتى؟ كنا في السحور كده الساعة حوالي 3 كده بعد ما اتسحرنا يعني. تاني حاجة قورت البتنجان وقورت الكوسة. لا يا رب عشان ميبقاش حرام، البتنجان مش انا اللي قورته، مرات اخويا هي اللي قورتهولي. قورت الكوسة، طلعت اللحمة تفك، شلتها من الفريزر حطيتها على الرف. المهم يا جماعة العزومة دي كانت لأهل جوزي، اخواته، بنات ورجالة، ربنا يخليهم يا رب، ويا رب دايما متجمعين في الفرحة وفي السعادة وفي الهنا، وربنا يخليهم لبعض وما يتحرموا من بعض ابدا. وعايزه اقول لكم ان انا صممت ان انا اجيبهم كلهم في يوم واحد، عشان خاطر هم مش بيتجمعوا مع بعض الا في يوم زي ده. مش بيتجمعوا مع بعض على سفرة واحدة او طبلية واحدة او صينية واحدة الا في المناسبات. فانا حبيت ان انا، وكانت يعني مش عايزه اقول لكم كانت فرحه بالنسبه لي كبيره قوي قوي. ويا رب يديمها دايما على طول كده، يديم علينا الفرحه والسعاده وعليكم على الناس كلها. تصوير يا جماعه، اسفه على التصوير، المقطع ده مش انا اللي مصوراه، بنت عمتي هي اللي كانت بتصور، بنوته حلوه كده. المهم يا جماعه انا كنت عامله عملت المكرونه بالبشاميل ووريتها لكم الشكل النهائي، لان عملتها معاكم كتير. وعملت البتنجان والكوسه سويته في الفرن زي ما شفتوا كده في الصواني في الفرن. اللهم صل على النبي. بس الشكل النهائي طبعا
ما عرفتش اوريكم الشكل النهائي لان جيت في الحصه اللي هي بتاعه قرآن المغرب دي. عايزه اقول لكم بقى ما كنتش لاقي حد اصلا يمسك تليفون او يصورني، او ان انا ما كانش فيه عقل او فيها دماغ ان انا اجيب الحامل واحط التليفون وافتح واقفل والكلام ده. كنت ملخومه وكنت لوحدي لحد ما ربنا صلح الحال. يعني قبل المغرب ما فيش تلت ساعه كده لقيت بقى ايه البنات بقى داخلين عليا، ولاد سيلفي وولاد عمتي. هما اللي نجزوا معايا بصراحة، واحنا بنفرغ الاكل هما اللي فرغوا معايا وبقوا يخرجوا الحاجة ويرصوا ويفرشوا. ربنا يخليهم يا رب ويفرحهم دايما. وهنا بقى ايه كنا عاملين ورق عنب وكوسة وبتنجان ومكرونة بشاميل وكفتة زي ما شفتوا كده في الاول خالص، وكفتة ورز واللهم صل على النبي. وكنت عاملة لحمة ببصل. الحلة اللي انتوا شفتوها اللي كانت على البوتاجاز دي كانت لحمة كده شوحتها بالبصل بالتوابل بقى وظبطتها كده يعني. والفراخ عملتها في الفرن برضو زي ما شفتوها في الاول. اول حاجة بدأت بيها في التسوية هي الفراخ عشان خاطر بتاخد وقت برضو في الفرن. بعد ما خلصنا فطرنا بقى، عايزه اقول لكم بقى ربنا يخلي يا رب ما تحرمش منهم ابدا ولا من دخلتهم عليا. هنا عندنا بقى ايه بنت عمتي عسولة وبنوتة كده زي القمر، مسكت الاطباق والكوبايات، حلفت لازم تصبلي المواعين. فهي بصراحة ايه ما صبنتهمش كلهم، هي صبنت نص وسلفتي صبنت بقى الحاجات الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي، الحلل والصواني الألمونيا كلها يعني. ربنا يديهم الصحة يا رب ويخليهم لي وما تحرمش منهم ولا من دخلتهم عليا. بصوا يا جماعة أنا ببقى فرحانة ومبسوط لما أكون عاملة حاجة أو عازمة حد أو عاملة حاجة لحد والحاجة دي تخلص والحاجة دي تطلع حلوة. انما لما تكوني عاملة اكل وعاملة حاجات كتير والحاجة دي ما تتاكلش او ما تخلصش ويفيد منها كتير، الواحد بيبقى فعلا زعلان لان الحاجة دي انت عاملاها عشان اللي هم جايين لك. فالواحد بيبقى زعلان لو الحاجة دي ما اتاكلتش او الحاجة دي ما خلصتش او ما طلعتش حلوة. لا الحمد لله بألف هنا وشفا لكل اللي كل. ويا رب دايما كده على طول متجمعين مع بعض وربنا وعادة ما تتقطعش ابدا يا رب. المهم بقى كنا عاملين عصير فراولة وتمر، وكنت مطلعة المانجا بس ما لحقتش اعملها. عايزه اقول لكم بقى ده تاني يوم. الصينيه اللي انتوا شايفينها دي تاني يوم. كان عندي بقى نص كرنبايه نيه، وكان عندي خلطة محشي خلطة الرز، وكان فايض مني شوية ورق عنب، وفايض عندي كفتة. اللي فاض مني من الأكل كله هي الكفتة والرز، هو ده اللي ما اتاكلش في العزومة كلها. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. ومسكت فرخة كمان دبحتها ونضفتها وعملتها بحالها كده سليمة، ما قطعتش منها حاجة، ما قطعتهاش ولا اي حاجة. وعملت تاني بقى. بس هو ده الفيديو بتاعنا، اشوفكم على خير، مع السلامة.